يا اسلام بقالنا اكتر من اسبوع عمالين ندور على شغل، كل ما نروح عند واحد يقول لي الله يسهل لك وروح يا عم نشوف لك في حتة تانية. انا زهقت من معاملة الناس دي. يا ابني الناس اللي احنا بنقابلها دي مجرد اسباب، لكن رزقنا احنا في ايد ربنا. طب والحلال دايما بيكون صعب وعايز محاولات اكتر من مره. طب يلا يا اسلام ندور على اي حاجة تانية يا اسلام. يلا بينا. تستاذن حضرتك بس لو عندك اي شغل عايزين نشتغل انا واخويا كده. ابني هو دلوقتي في شغل يا ابني، ربنا يصلح حالك ويسهل لك. ماشي ماشي. اسلام انت كل مرة تديني التالتة يا اسلام، وانا معاك دايما ودراعك اليمين، وانت ظالمني بصراحة. زودنا اي حاجة كده معاك. وانت من امتى بتتكلم وبتقول اقبالي ومش اقبالي وكده؟ انا مش بتكلم، بس ده حق، انا معاك في الشغلانة، ولو انت اتمسكت تاخد نفس اللي انت هتاخده زي. انت جيت بعد ما لبست وتشيكت ولبست نضاره وجبت هدوم جاي بتتكلم؟ ده النمل طلع له اسنان اهو بقى يتكلم. كله في شغل يابا. شغل ايه اللي انت بتعمل حاجه؟ انا جايبك عشان انت معرفه قديمه، لكن غير كده مفيش. بص يابا، انت تزودني النص انا ما تزعلش. تزعلش؟ ما تزعلش، انا ليا النص زيك. انت مالكش اي حاجه، انت هتنزل من هنا مش عايز اعرفك تاني. مفيش حاجة اسمها مش عايز تعرفها. يعني اديني هتعمل حقي. يا ابني الناس اللي احنا بنقابلها دي مجرد اسباب، لكن رزقنا احنا في ايد ربنا. والحلال دايما بيكون صعب وعايز محاولات اكتر من مره. عندك الاهانة اللي احنا فيها ده يا صاحبي؟ انت لو شايف اللي احنا فيه ده اهانه، فانت كده لسه ما شفتش اهانه. احنا لسه هنتبهدل مليون مره عن كده. فاكر لما قلت لي خطوة الشمال احسن من 1000 خطوة يمين؟ ده الكلام ده كان زمان لما احنا كنا شمال، لكن من النهارده مفيش شمال تاني. احنا نحاول مره واثنين وثلاثه، انا وانت اصحاب احسن من مليون جنيه. وحتى لو ما كسبناش دنيا ادينا كسبنا الاخره يا عم. حقك عليا يا صاحبي، والله التفكير بس والضغط اللي احنا فيه ده بيوديني لكده مش اكتر. انا مش عايزك تفكر في كده تاني، وهنتبهدل، بس ربنا حاسس بينا، ودي احسن من اي حاجه تانية، احسن من الفلوس الكتيره والعنطزه اللي على الفاضي دي. الحمد لله على اللي احنا فيه. يلا ندور تاني وان شاء الله ربنا يلا هيكرمنا. بينا.